الحكاية بدأت لما أنجلو شاف جزمة الأرانب اللي بتطلع نار وقال بس هي دي اللي هتعمل مني بني آدم محترم. راح لأبوه يطلب فلوس. أبوه قاله: يا حبيبي أنت فاكرني بنك؟ انزل اشتغل وهاتها بعرق جبينك. أنجلو قرر إنه مش هيشتغل شغلانة مملة، فقال: أنا هشتغل نينجا للإيجار، زبوبة جديدة محدش عملها قبله. شيرود المساعد بتاعه كان فاكر الموضوع بجد ومجهز نفسه بصوابع سوسيس وجبنة عشان يحارب بيهم قمة العبث. نزلوا الشارع يعملوا دعاية: نينجا للإيجار، بنحارب الأشرار وبنلم الزبالة، أي مصلحة وخلاص. أول زبون طلب منهم يلموا ورق الشجر، أنجلو قال: مش مهم، هنعملها بستايل النينجا عشان نحافظ على كرامتنا. وفجأة طلع مانيتي وكوبر، الفتوات بتوع المدرسة، وقالوا لأنجلو: إحنا النينجا الحقيقيين وإنتوا مجرد هواة. الموضوع قلب تحدي، مانيتي بقى يستعرض عضلاته في قص الشجر وأنجلو شغال بدماغه والمنافسة ولعت. لحد ما جت شغلانة السماد، مانيتي قال: إيه ريحتها وحشة قوي، وهرب زي العيال التوتو عشان خايف على مناخيره. وفي الآخر أنجلو لهف الفلوس واشترى الجزمة وأثبت للكل إن النينجا الشاطر هو اللي يستحمل أي حاجة عشان هدفه.